رايحين نجيب بصل. بصوا المنظر جميل ازاي. بصوا من هنا. انا بقالي كتير مصورتش معاكم، بس احنا رايحين بقى نجيب بصل من الغيط. احنا اللي هننقي. بصوا المنظر، بصوا المنظر ورايا عامل ازاي. بصوا. ايه، في كلاب هنا ولا نعدي؟ استنى بس اعدي. في مثل بيقول لك ايه، امشي سنة ما تعديش انا، بس احنا عدينا الاناية بقى دلوقتي. هي مربوطة ولا ايه؟ بدون مونتاج، على الطبيعة. هوريكم بس ايه، اقلب الكاميرا كده، عايزة اوريكم المنظر جميل قوي. استنى. بصوا هو ورايا اهو. بصوا احنا في حصاد الغلة. بصوا المنظر عامل ازاي ورايا. اهو طريق صغير جدا، مضطر اعدي من عشان واسع شوية. خلاص قربنا نوصل للبصل. احنا دلوقتي في موسم الحصاد بتاع الغلة. بس كل اللي حواليا دوت الغلة بقى بيحصدوها او حصدوها، وده التبن اهو ورايا اهو. طبعا ده موسم الحصاد بالنسبة للفلاحين، بيستنوه من السنة للسنة. بس ادي الميزان اهو، ما شاء الله في قلب الارض. البصلة بقى الصفرة دي انا بحبها جدا، بتبقى حلوة كده في الطبيخ كده، ما بتبقاش غامقة. وكمان في الشوربة بحبها قوي، احطها في الشوربة بتبقى حلوة قوي يعني. ما شاء الله وسط وحلوة اهو. عينيا. بصوا دوت مش هينفع ان احنا نخزنه، لان دوت اللي هو بيبقى فيه عصايه من النص، بعد كده لما بينشف بيفضي. بصوا بسم الله ما شاء الله، كل ده متقلع اهو عشان احنا ننقي ونعبي. يعني انا اصلا جايه عشان انقيه، مش هيحطوا لي كده وخلاص، لا انا جايه مخصوص انقي في الشكاره عشان اخده بقى ايه. قولوا لي بقى بكام، بقى هاخده بكام؟ ما شاء الله هاخده من قلب الارض ب6 جنيه. انتوا عارفين ان البصل مجنون، يعني بعد ما بناخده ما في الشهر والتاني بنلاقيه ب20 وب25 واسعار كده غريبة، فما شاء الله عليه يعني. دي اللي انا بقول عليه، دي ما ينفعش ان احنا نخزنها، انا بتبقى فاضية من جوه بعد كده وبتبوظ. عايزين نخزن، بنخزن اللي هي دي تكون عرشها كده بالوضع ده. طبعا كل ده هينشف. اسيبكم بقى عشان الحق اعبي علشان نتكل على. بصوا بقى اوريكم التقاوي اللي هناك، دي التقاوي بتاعه البصل. دي التقاوي بتاعه البصل اللي هي طالعه فوق دي، بيعينوها بقى، بينشفوها ويعينوها عشان الموسم التاني يعني يقدروا يزرعوا منها. واللي جنبها ديت باميه، الصغننه اللي في الارض دي باميه. زي ما انتوا شايفين كده ابتدينا بقى ايه، ان احنا نشيل البصل اللي احنا عايزينه من قلب الارض نفسها. احمد بيطلع يعني بيخلعه كده من الارض، واحنا بننقي. يعني عمر بينقي مثلا وانا افتح الشكاره وحد يحط لي، بحيث ان احنا ايه، ننقي بصله وسط، ولا تبقى كبيره قوي ولا صغيره قوي، ان هي تقدر تعيش معانا. طبعا البصل ده انا خدته فرطته علشان ما ينفعش ان هو يتخزن كده، لازم يتفرد لحد ما ينشف خالص. يعني العرش الاخضر دوت ينشف نهائي علشان تخزينه يتم كويس، بحيث ان هو بعد كده ما يضربش مننا، لان هو لسه جواه ميه، يعني هو لسه منشفش. بس انا احمد دلوقتي هو بيخلع، قال لي يا امي انا بعرف اشيل، يعني بيعرف يطلعه من الطينه بتاعته.
قلت له خلاص يا احمد اعمل انت وعمر هيشيل من وراك يعني، وينقي من وراك ويحط في الشكاية. هتشوفوا عمر دلوقتي هو بقى بسم الله ما شاء الله بقى عمال يعبيلي في الشكاير ويوزن ويوديهولي على البيت. اهو عمر وصل اهو، ده اللي احمد مطلعه. بصوا انا بوريكم البصل اللي احنا نقيناه، الحجم ده الوسط. طبعا مش كل دوت احنا هناخده، احنا بننقي بس البصل اللي انا عايزاه، لان انا خدته ب6 جنيه. هو السنه دي بسم الله ما شاء الله نزل اقل من كده كمان عندنا هنا في البلد، يعني في ناس بتبيعه ب4 جنيه، بس بيبيعوه بقى كله في قلب بعضه، يعني كبير في صغير، في اللي هو اللي هي فيها العصايه ديت، اللي هي بتبقى احنا بنسميها اللي هي بتبقى زي الدكر يعني، بتبقى جواها عصايه كده، تلاقيها تيجي مش مدوره كده، بتبقى مطوله، تيجي تخزنيها، بص تلاقيها فضيت من جوه، فرغت وعملت عصايه من جوه، دي ما بتتخزنش. بصوا عمر بقول لكم شايفين البصل عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. يعني انا بحب الحاجات قوي دي من الطبيعه ومن الخضره، انا بحب الحاجات دي. هو بينقي اهو معايا وبيحط في الشكارة على طول، الشكارة اللي تتملي بنوزنها، هو بقى بياخدها ويروح يوديها بقى بالمكنه على طول بتاعتنا، بحيث ان هي ايه يبقى الموضوع خفيف علينا في الايه في الشيل والحط يعني. فالبصل مجنون يا جماعه والله، السنه اللي فاتت عملها معانا، بس الحمد لله كنت انا مخزنه، يعني انا كنت مخزنه 100 كيلو بس البصل، وجبته ب6 جنيه برضو، بس جالي بقى كبير في صغير في كل حاجه، لان ما كنتش انا معاهم، هما بينقوا يعني، كان عمر بس هو لوحده. فانا قلت المره دي لا، انا لازم انا اللي اروح، انا اللي انقي بقى ايه، واعرف البصل اللي انا هاخدها. بس انا بحب البصله الفاتحه دي، يعني ما بحبش اللي هي الغامقه قوي يعني بصراحه، بتبقى حلوه قوي في الاكل وشكلها حلو الشوربه كده، بتبقى بيضه وجميله. حتى لما بنيجي نخدع للطبيخ ولا حاجه ما بتبقاش غامقه زي البصله اللي هي اللي بتبقى لونها بنفسجي دي، اللي هي بتبقى حمرا قوي دي، بتبقى من جوه لونها بنفسج كده. فلا بسم الله ما شاء الله البصله دي عجباني جدا بصراحه، وما شاء الله يعني باذن الله باذن الله اخلي بالي بقى منها في الخزين بتاعتها، بحيث ان هي تكمل معايا السنه على خير. السنه اللي فاتت باظ مني بصل كتير، بس سبحان الله حتى كل اللي باظ مني كان كبير، ما استحملش الحر، كان الحر شديد جدا، وانا كنت مخزناه ساعتها في مكان بيطوله شمس، يعني بيخش له شمس. فما شاء الله يعني حتى اللي اتبقى كفاني السنه، يعني كان في بركه برضو. فربنا يكرم بقى السنه دي، انا جايبه نفس الكميه، ربنا يكرم، بس انا فرطته الاول ينشف خالص. فعمر محتاس معايا، وعمر بينقي معايا، وبص بيفرده كده وينقي البصله اللي انا قايله له عليها الحلوه، بسم الله ما شاء الله. بص على فكره مفيش حد بيعمل كده يعني، هو مفيش حد بينقي كده من الارض يعني، بس احنا علشان قرايب بقى ومعارف وكده، قالوا لي تعالي يا ستي ونقي اللي انت عايزاه، عينينا ليكي وعينينا لعمر يعني. بيقول لي يعني انا هحط فيهم كام واحده صغيره كده، عشان لو عايزه تحط للسلطه ولا حاجه. قلت له ماشي يا حبيبي. شايفين اللي هو سابها ديت، اللي هي ما تنفعش خزين اصلا يعني. اهو شايفين بيعبي في الشكارة على طول اهو، بسم الله ما شاء الله. احنا بنناوله وهو يعبي، احنا بنناوله وهو يعبي.